أمريكا قالت يا عرب أمريكا قالت يا عرب العلم قال إن السماء من غير عمود، إحنا العرب قلنا دي حكمة ربنا. أمريكا قالت يا عرب العلم قال الكون ما بيحدوش حدود، إحنا العرب قلنا بقدرة ربنا. أمريكا قالت يا عرب القدس من حدنا بالمليون، إحنا العرب قلنا يبارك ربنا. مليون قصيدة يا عرب مليت خلاص من دي القصايد والخطاب. مليون قصيدة يا عرب كان نفسها تتقال في يوم الانتصار، كان نفسها تهرب الليل والنهار، لكن كسرته من السهل. مليون قصيدة يا عرب متستفة ولسه الايدين متكتفة بقيود يا ناس من نوع جديد، وقيود يا ناس نايش حديد. طب هي ايه تبقى القيود؟ جندي يهودي جاب لبنته اللي في بوكه وشدها زي الخيوط، قاموا العرب مدوا بايديهم ناحيته قام لفها حوالين ايديهم، اصبحت هي القيود. من ايديك ويا عرب تقوى على الخيط الضعيف، وتقطعوا بنفس كواميس صغير واحد منكم قلبه صحي او مستحي. ورجل الصائد والخطب بتقطعوه وتقطعوه علشان تسدوا بيه الارض، لكن ما تسمعش صرخة مستغيث ندل وخسيس. كل اللي عرضوا راح حاضر ما صحش عرض، اللي ارضه كنسله وما خدش طار. لفيت قوم يا فرسان العرب للمعركة، اللي يقول لي مسكوني سيف عمر وانا ضروري هنتصر. ماشي يا سيف عمر، يا سيف عمر، يا سيف عمر، قول لي ايه السر فيك حتى كل سمعك لك زرار النصر فيك خلاك تخارج تنتصر حتى لو في ايديك شبان. واللي يقول لي ركبوني حسن صلاح هتلاقوا عصر زمرات. يا حسن صلاح ما تقول لي ايه خلك بطل يا حسن صلاح. كانت وكلتك وكلت 200 من الاحتنا ولا براسن ولا تلاقيك ب10 ركوب تدخل المعركه وتنتصر حتى لو كان اللي راكبك حاضن الخمره بين شفايفه. المعجزه مش الحصان ولا عمرها كانت في السيف. بالمناسبه قبل ما اخلص كلام، أمريكا بعت لكم سلام كلكم متشكرين، وأولاكم انتوا يا عرب ما كانتش ليا منزلة بين الأمم، انتوا اللي وطيتم عشان نركب على كتافكم سنين، وعشان كده من كلكم من جنبنا متشكرين، وعشان كده راح أوصي إسرائيل عليكم علشان تبطل ضرب فيكو. يا إسرائيل يا بنيتي اطمني ما فيش سلام، يا إسرائيل يا بنيتي اطمني ما فيش سلام، لكن بلاش الضرب في بلاد العرب يا إسرائيل، ده مش عشان انتي رحيمة وطيبة يا بنيتي، لكن عشان الضرب في الميت.